في أصوات كده أول ما نسمعها بنحس إنها مش من هنا، مش من كوكبنا. صوت قدر يوصل لقلوب ملايين وملايين من الناس في كل حتة في العالم. النهاردة بقى هنتكلم عن قصة واحد من أعظم الأصوات دي على الإطلاق. اللقب ده اللقب ده لوحده كفاية. صوت السما. مش أي حد ياخد لقب زي ده. هو ده اللقب اللي الناس أطلقته عليه. ومن مجرد الاسم بنبدأ نفهم إحنا بنتكلم عن موهبة شكلها إيه. طيب، ورا الصوت الأسطوري ده، ورا العظمة دي كلها، في قصة إنسان، قصة رحلة بدأت من مكان بسيط قوي. يا ترى إيه حكايته؟ تعالوا نرجع بالزمن ونشوف القصة من أولها. وزي أي حكاية عظيمة لازم يكون ليها بداية. وبداية قصتنا النهاردة هناك في قلب صعيد مصر، المكان اللي اتولدت واتشكلت فيه الموهبة الفذة دي. تعالوا نتخيل المشهد. سنة 1927 في قرية صغيرة وبسيطة اسمها المراعز في قنا، في بيت نقدر نقول إن القرآن كان هو الهوى اللي بيتنفسوه. اتولد طفل اسمه عبد الباسط. جده كان من كبار الحفاظة، ووالده نفسه كان مقرئ له صيته في البلد. يعني الطفل ده فتح عينيه على الدنيا، لقى القرآن حواليه في كل مكان، ليل نهار. وطبعا الموهبة الحقيقية بتبان من بدري قوي. عنده 10 سنين بس. 10 سنين، تخيلوا. كان الشيخ عبد الباسط أتم حفظ القرآن الكريم كله. يعني في السن اللي الأولاد فيه بيجروا ويلعبوا في الشارع، هو كان في الكتاب، عايش حرفياً جوه آيات القرآن. بس الموضوع ما كانش مجرد حفظ وخلاص، لأ، الموضوع الأكبر كان في صوته. شيخه في الكتاب أول ما سمعه وهو بيقرأ قال جملة كأنه كان شايف قدامه المستقبل كله. قال الولد ده هيكون ليه شأن كبير في تلاوة القرآن. هو سمع حاجة مختلفة، حس إن الصوت ده مش مجرد صوت حلو، لأ، ده صوت ربنا خلقه الهدف. ومن هنا شهرته ابتدت تنتشر زي النار في الهشيم، في كل قرى ونجوع الصعيد. الناس حرفياً كانت بتسافر من أماكن بعيدة مخصوص عشان بس تسمع الشاب الصغير ده وهو بيتلو القرآن. كان في حاجة في صوته، خشوع كده يمس القلب على طول، بيخلي القلوب القاسية تلين والدموع تنزل من غير استئذان. بس موهبة بالحجم ده كان مستحيل تفضل محصورة في الصعيد. لا، كان ليها قدر تاني خالص، كان لازم تخرج للنور، كان لازم صوتها يوصل من القاهرة للعالم كله. خلونا نركز على التاريخ ده بالذات. 1950، السنة دي ما كانتش سنة عادية أبداً في حياة الشيخ عبد الباسط. دي كانت سنة نقطة التحول، السنة اللي غيرت مسار حياته بالكامل. الحكاية اللي حصلت في القاهرة دي، يعني لو حد حكاها لنا من غير ما نعرف إنها حقيقية، ممكن نقول دي قصة فيلم. هو كان رايح القاهرة عادي جدا زيارة لأقاربه، وهم هناك طلبوا منه يقرأ في مسجد من المساجد، وقالوا له يعني 10 دقايق كده. لكن اللي حصل كان أغرب من الخيال. أول ما الشيخ عبد الباسط بدأ يقرأ، الناس اللي في المسجد حصل لها حالة من الاندهاش، ما كانوش عاوزينه يسكت أبداً. العشر دقايق بقوا ساعة وربع، والناس مش مصدقة اللي بتسمعه. والمفاجأة الكبيرة بقى إن وسط الناس دي كان في مسؤولين من الإذاعة المصرية. الناس دي سمعت الصوت وفهمت في لحظتها إن ده مش مجرد قارئ، ده كنز. والنتيجة كانت فورية، اتقدم لاختبار الإذاعة وطبعاً نجح من أول مرة. ومن اللحظة دي الموضوع اختلف تماماً. صوته ما بقاش لمصر بس، بقى للعالم كله. رحلاته ابتدت السعودية، سوريا، الكويت، باكستان، إندونيسيا، لغاية ما وصل فرنسا وأمريكا. يعني مفيش مكان راحه إلا وساب فيه أثر لا يمكن يتمسح. ومع الانتشار العالمي ده جت الألقاب اللي تليق بيه. فبجانب لقب صوت السماء اللي كلنا عارفينه، بقى له لقب تاني عظيم، صوت مكة. وده لوحده يبين لنا مكانته وصلت لفين في قلوب المسلمين في كل أنحاء الأرض. طيب، عشان نعرف حجم وقيمة الشيخ عبد الباسط الحقيقية، لازم نحطه وسط الناس اللي كانوا معاه في نفس الزمن، اللي هم أصلاً كانوا عمالقة. بنتكلم عن جبال في عالم التلاوة. بسرعة جداً بقى واحد من الأربع الكبار، أعمدة التلاوة في مصر، جنب أساطير زي الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الحصري والشيخ المنشاوي. بس وسط كل العملاقة دول، كان للشيخ عبد الباسط أسلوبه الخاص جداً اللي بيميزه. يعني كان عنده موهبة نادرة في طول النفس، وده كان بيخليه يبدع في المقامات براحته خالص. والأهم من ده، كان بيعرف إزاي يلعب بنبرة صوته عشان يوصل معنى الآية. يعني تسمعه مرة تحس بجلال وعظمة، وتسمعه في آية تانية تحس بخشوع ورحمة. هو قدر يجمع بين التمكن المذهل والإحساس الروحاني العميق، ودي حاجة مش سهلة أبداً. الرحلة دي كلها ليها نهاية طبعاً. الشيخ رحل عن عالمنا. بس السؤال، هل هو فعلاً رحل؟ الحقيقة لأ.
لأن في أصوات معينة ربنا بيخلقها عشان تفضل عايشة للأبد. في السنين الأخيرة المرض اشتد عليه جدا، لكن ده ما قدرش يوقفه أو يبعده عن القرآن أبدا. علاقته بالقرآن كانت حاجة تانية خالص، كانت أقوى من أي مرض وأعمق من أي ألم. القرآن كان فعلا حياته كلها. لحد ما جه يوم 30 نوفمبر سنة 1988، اليوم اللي رحل فيه الجسد. لكن الصوت فضل موجود، خالد ومخلد. ولحد النهاردة وإحنا بنتكلم دلوقتي وبعد كل السنين دي، ملايين البشر كل يوم الصبح وبالليل في أي وقت بيشغلوا تسجيلاته عشان يلاقوا شوية سكينة وراحة بال. فالشيخ عبد الباسط عبد الصمد يمكن يكون رحل بجسده، لكن صوته لسه عايش بينا، وكأنه ساب لنا رسالة أخيرة، رسالة أبدية لسه بتتردد في كل مكان، إن أجمل صوت ممكن يخرج من حنجرة إنسان هو صوت القرآن.